السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هاعمل معاكم وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية جدًا وطعمها حلو ومختلفة وجميلة جدًا، جدًا. هنعمل معاكم النهاردة أكواب أو كاسات الحلويات دي بطريقة اقتصادية وجميلة من غير تكاليف كتير، يعني ب15 جنيه بالضبط هتكوني ب20 جنيه بالكتير هتكوني مجهزة الأكواب ديًا، يعني بطريقة اقتصادية وسهلة جدًا تقدري تقدّميها في المناسبات، في ضيوف عندِك، لأطفالِك، في أعياد ميلاد، حلوة وسريعة واقتصادية جدًا زي ما أنتم شايفين. أول حاجة هندخل على المقادير بتاعتنا، أول حاجة معانا كده باكيت من الجيلي بالفراولة أو أي نوع جيلي أنتِ حاباه، أي نكهة أنتِ حاباها، أنا هانزل كده بباكيت بجيلي من الفراولة، وفي نفس الوقت حاطة كاتل فيه مَيّة مغلية كده بيغلي، أول ما يغلي كده هاخده في الكوباية اللي معايا دي. أول حاجة كده معايا مَج كده جايباه معايا، هانزل بيه بكوباية مَيّة مغلية كده أنزل على الجيلي بتاعي، أنتِ تقدري تقليه وتخففيه براحتك. هانزل كده بربع كوباية أو بنُص كوباية كمان، يعني بالكتير كوباية ونُص من المَج ده، لو من كوبايات المَيّة العادية يعني كوبايتين كده، وتقلّبي بيهم بالمضرب السلك كده لحد ما الجيلاتين اللي في الجيلي يفِك خالص كده ويبقى سايل معانا خالص. زي ما أنتم شايفين هنسيب الجيلي بتاعنا يبرد يعني دقيقتين 2 كده، وبعدين نجيب الأكواب أو الكاسات أو الأطباق بتاعتنا بتاعة رز بلبن، أي حاجة تقدّمي فيها. زي ما أنتم شايفين أنا مش باملي الكاس كلّه، أنا باضبّطه كده، لإن أنا يعني هاكمّل فيه حاجة تاني، عايزة تكتفي بكده تمام، مش عايزة خلاص. عمل لي بالضبط يعني 3 كاسات وطبق كده من الجيلي. دي طريقتي في الجيلي، طريقة سهلة جدًا، ممكن تحطّي كوباية مَيّة ساقعة على كوباية مَيّة سخنة اللي أنتِ عايزاه. بعد كده هنجيب فراولة عندِك كده، أي فراولة أو أي فاكهة عندِك، يعني أنا عاملة بالفراولة فعشان كده جايبة فراولة. هنقطّعها قطع صغيّرة زي ما أنتم شايفين بالضبط كده، يعني على قد كمية الفراولة اللي أنتِ حاباه. وبعد كده هاجيب كريمة الخفق بتاعتي وكوباية مَيّة متلجة. لقيت في الكبة بتاعتي السلاح ده بيضرب الكريم شانتيه، أول مرّة اكتشفه، فقُلت بقى بدل ما أطلّع المضرب في الكبة أسهل وخلاص. نزلت كده بكوباية المَيّة المتلجة ولازم يكون فيها تلج زي ما أنتم شايفين، وحوالي من 4 ل5 معالق من كريمة الخفق، يعني زي كيس كريم شانتيه كده. يعني كريمة الخفق دي حلوة جدًا وموفّرة طبعًا عن الكريم شانتيه العلبة لمّا تجيبيها ببعضها كده. هاشغّل الكبة طبعًا على أعلى سرعة لمدة 3 دقايق لحد ما الكريمة بتاعتي تتقل خالص زي ما أنتم شايفين. طبعًا الجيلي بتاعِك بتحطّيه في الساقعة دي حوالي ساعتين ل3 ساعات بيكون مسك طبعًا، يعني تقدري تحضّريه من بالليل وتعمليه تاني يوم. زي ما أنتم شايفين كده الكريمة بتاعتي خلاص نزّلناها وتقيلة زي ما أنتم شايفين أوي، يعني أنا حاطة الكمية اللي أنا عايزاها، تقدري تزوّدي أو تقلّلي على حسب. وبعدين معايا الفراولة بتاعتي هاقلّبها كده في الكريم شانتيه زي ما أنتم شايفين أو كريمة الخفق بتاعتي. تقدري زي تحبي تحطّي اللي أنتِ عايزاه. بعد كده الأكواب الجيلي زي ما أنتم شايفينها ماسكة جدًا، يعني سِبتها تسقع وتتماسك براحتها زي ما أنتم شايفين، وبانزل كده عليها بالكريمة بتاعتي كده وأبدأ أضبّطها في الآخر. تقدري تحطّي لون طعام صحّي في الكريمة كلّها وتخلّيها لونها أحمر، وتقدري تعملي كوبايتين وكوباية، ما بيتغيّرش الطعم خالص، ما بيبانش، هو بس لون وخلاص. هانزل كده في الكوب التاني بكمية الكريم شانتيه بتاعتي، أحط الكمية اللي أنا عايزاها، وبعدين كده هابدأ أحط في الكوباية بتاعتي التالتة كده هابدأ أحط فيها لون طعام صحّي. زي ما أنتم شايفين كده هاجيب البولة بتاعتي وأحط لون طعام صحّي، تقدري تقللي تنقّصي على حسب اللون اللي أنتِ عايزاه في الكريمة بتاعتِك، تقدري تقللي تزوّدي على حسب اللون. أنا حبيت اللون كده يبقى أحمر يعني حلو كده ظاهر، فحبيت يعني إيه اللون ده، هو ده اللون اللي أنا عايزاه. هانزل فيه كده على البولة بتاعتي أو الكاسة بتاعتي كده وأضبّط الكوبايات بتاعتي زي ما أنتم شايفين، أسويها بسباتيولا كده وأضبّطها. زي ما أنتم شايفين يعني طبعًا الأكواب بتاعتنا اقتصادية وسهلة جدًا، فيها فراولة وجيلي وكريمة خفق، يعني حلوة جدًا. بعد كده طبعًا قطّعت عليها فراولة كده وحطيت لها فراولة من فوق زينتها، وممكن تسيبيها سادة
وخلاص. كان عندي صوص فراولة كده يعني لزوم التقديم، قُلت إيه أزوّد كده بيبقى طعمه حلو وشكله حلو على الأكواب بتاعتي، زي ما أنتم شايفين كده أنا حطيت عليه الأكواب بتاعتي عليها صوص فراولة كده، تقدري تحطي أي صوص أنتِ حاباه، تقدري تستغني خالص وتسيبيها كده بالفراولة طعمها حلو، ممكن تجيبي قطع الفراولة تقطّعيها وتحطي عليها سكر وتسويها على النار، وبعد ما تبرد تحطيها على الكريمة من فوق كده عادي برضه يعني اللي أنتِ حاباه. الفيديو بتاعنا اقتصادي وسهل وبسيط جدًا، ما فيش فيه أي صعوبة، تقدري تحضّريه بكل سهولة. الفراولة موجودة في الوقت ده، تقدري تحطيه يعني تعملي اللي أنتِ عايزاه، مش هتبقى over عليكِ أوي أو تكاليفها هتبقى كتير عليكِ أوي. يا رب يكون الفيديو بتاعي نال إعجابكم. استنونا في وصفات تانية كتير وفيديوهات أحلى، ما تنسوش اشتراككم في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.